السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، وحشتوني. عاملين ايه؟ معانا النهاردة وصفة البامية بالسلق. يلا بينا نلوك عشان نكوك. يا ريت بقى تتفرجوا على الفيديو لآخره، وبعد واعملوا لنا بقى لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وسبسكرايب بقى والحركات بقى والتعليقات. احنا معانا النهاردة بامية. عندنا شوربة لحمة، مرقة لحمة يعني تكون بقى بيبقى مرقة لحمة عندك يعني تكون دسمة حلوة، يعني البامية بتحب الدسم انتوا عارفين. فبناخد بقى حبة منها حلوين كده، ولا طبعا في ضاني تبقى حلوة، يعني حتى لو في حتة ضاني ولا حاجة تتحط فيها. ممكن تحط فيها لحمة، ممكن يعني يبقى المرقة فيها لحمة، وممكن ما بتبقاش فيها لحمة، يعني زي ما انت عايزة وحسب إمكانياتك وحسب اللي متاح. بنبشر بصلاية صغيرة، هي المفروض تبشريها يعني، بس أنا قطعتها، بس هي المفروض تتبشر. تبشريها بالمبشرة وتدعكيها بالملح والفلفل، وتحطي عليها شوية كزبرة ناشفة، تدعكيها حلو، وتروحي سقطاها في الشوربة، في المرقة بتاعت اللحمة اللي عندك. وبعدين معلقة كزبرة صغيرة، طبعا البامية بتحب الكزبرة الناشفة الخضرة، وبتحب الكزبرة الناشفة. يعني لو عندك كزبرة ناشفة خضرة، قطعي بقى ايه، قطفي كام فرع وكده اخضر، واسقطيه مع البامية، يا بتبقى تحفة، بتخلي البامية في حتة تانية. حتى البامية اللي بالصلصة، يعني اي بامية اللي بالصلصة او دي، لو عندك كزبرة خضرة بقى وقطعتي معاها فيها حبة خضار كده، بتبقى جميلة جدا جدا. جربوها وفعلا بتخلي البامية في منتهى الجمال. كده هنحط الصلصة. انا بشرت طماطمتين صغيرين كده، ده عشان يدوا تيست ويدوا طعم طماطم طبعا، بس هي ما بتبقاش يعني ما بتعتمدش على طعم الطماطم، هي بتعتمد على طعم السلق يعني. والوصفة دي على فكرة معروفة يعني في مصر، وبلاد كتير بيعملوها، وفي بيعملوا بامية بالملوخية الناشفة، بيعملوا بدل السلق ملوخية. انا سقطت البامية، كان عندي بامية مفرزة حطيتها، وهنحطها على البوتاجاز بقى ايه تستوي على راحتها. انا عندي السلق مفرزاه وعاملاه ومحمراه وكل حاجة وهرساه وكل حاجة، بيبقى فاضل على التوم. كام فص توم بقى بروح اخدهم في الاخر، ده بيبقوا طازة فريش بقى، لازم اعملهم فريش. فبحطهم وبي احمرهم بقى، يعني يا دوبك. ما بحبش احمر التوم انا قوي على فكرة في العموم يعني في الطبيخ، لانه بيمرر. التوم كل ما كان لونه على طبيعته، كل ما طبعا بيبقى احلى، وبيبقى ايه، بيدي الطعم المطلوب يعني. لكن لما التوم يحمر لونه بيمرر، وما بيبقاش فيه نفس الطعم اللي هو لما بيكون فاتح لون المستكة كده. كده البامية خلاص، وهنا استوت، انا بجسها لقيتها استوت وزي الفل. فخلاص كده على ايه، على على الاكل يعني. خلاص. وبيبقى لونها ايه، ما بتبقاش لونها احمر، بيبقى لونها سيموني كده فاتح كده، مخضر كده. عملت السلق خلاص، هطشوا عليها بقى الطشة. انا كنت بقول ان هم بيعملوها بالملوخية الناشفة، وشفت فعلا الناس بيعملوها بالملوخية الناشفة، بيقول بامية بالملوخية. بدل السلق بيحطوا ملوخية ناشفة، يعني تعمل البامية التوم بالكزبرة زي بتعمل طشة الملوخية، وتروح حاطة عليها معلقتين ملوخية ناشفة، وتحمرهم بقى معاهم كده، وتروح حطاهم، وبتحط معلقة ملوخية ناشفة على السلق، على البامية، وهي ايه، يعني كده تقلبها عليها كده زي الشاي كده، ما بتحطيه كده، تحطيها ايه، تاخد غلوة معاها في الأول، غير اللي بتحمريها، وبتبقى حلوة يعني، هي مش بتبقى وحشة، بتبقى حلوة. كده البامية خلصت وزي الفل، وطعمها جميل. ولو بقى بتحطي معاها قرن فلفل حراق طبعا بتبقى تحفة، بتبقى جميلة جدا. وهي خضرة كده، واما تقمعيها او كده، وتحطي قطعي قرن فلفل اخضر مع البامية اللي بالصلصة او بدي او بالويكة، بتبقى جميلة قوي. وان شاء الله كده وصفاتنا تعجبكم، وقولوا لي بقى رأيكم ايه، وان شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله في وصفات تانية، وان شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.